المنح، في فكره مغلوطه جدا ان المنح دي بتتوزع على ستيم، وان الطلاب بتبقى قاعده في المدرسه والمدرسه كل يومين ثلاثه تنزل لهم منحه وتقول المنحه كذا والمنحه كذا وانت تاخد دي وانت تاخد دي. وفي فكره مغلوطه تانية ان المنح مش موجوده لثانويه عامه، وان انت عشان في ثانويه عامه فانت مالكش منحه، وان انت تقعد تذاكر وتخش كليه حكومي في الاخر وخلاص. وفي فكره مغلوطه تانية جدا ان المنح دي بتاخد اللي عندهم درجات عاليه وبتاخد الاول على الجمهوريه بس، وان انت لازم تبقى درجتك خزعبليه عشان تعرف تجيب منحه. كل الافكار دي افكار مغلوطه جدا وليس لها اي اساس من الصحه. المنحه بشكل عام علشان تيجي وتاخد منحه فبيبقى ليها اسس تانية وحاجات تانية، وبيبقى في ناس كتير جدا من ثانويه عامه ومن ستيم بيبداوا يقدموا على منح وبيقدموا على المنح وبيتقبلوا. ناس كتير جدا من ثانويه عامه وناس كتير من ستيم ومدارس تانية بتقدم وبتتقبل. كمثال مثلا لو بنتكلم عن المنحه التركيه، المنحه التركيه بيخشها ناس من سياحه وفنادق، بيخشها ناس من ثانويه عامه، بيخشها ناس من ستيم. ومش لازم تكون في ستيم علشان تخش اي منحه ايا كانت. الفكره بس ان عندنا الموضوع في ستيم بيبقى متميز شويه. ازاي متميز؟ ان انت بتبقى عارف ان انت هتخش منحه من الاول، تبقى محضر لها، مش مجرد قاعد بتذاكر وخلاص. مثلا في ثانويه عامه مش حاطط بالك الموضوع او كده. ومش معنى كده ان الثانويه عامه كلها كده، لا، في ناس كتير من ثانويه عامه بتقدم وبتبقى محضره من الاول. ولكن اغلب الستيمرز بيبقوا بيحضروا للمنح دي من سنه اولى، وبيبقوا قاعدين عارفين ان هم هيعملوا كذا وهيقدموا على كذا وبيحضروا ليها. والنقطه الثانيه ان انت كستيمر فانت عندك كوميونتي كبير بيقول لك الحاجه دي ويقول لك في منحه كذا وفي منحه كذا وفي منحه كذا. انا شخصيا عندي معارف شخصيه كتير جدا اتقابلوا في منح كتير سواء تركيا او روسيا وهكذا، واتقابلوا في منح سواء في مصر او بره مصر وهكذا. ومش معنى كده ان كل الستيمرز بيخشوا منح، لا، المنح اصلا مفيش حاجه في الدنيا سهله. يعني الدنيا يعني دايما هتلاقي دراسه صعبه، الشغل صعب، مفيش حاجه في الدنيا بتبقى سهله. وكذلك التقديم على المنح بيبقى صعب. فبالتالي انت اصلا عشان تحضر لمنحه وتقدم فانت بتبقى قاعد بتبدا تحضر للمنحه وتشوف هتعمل فيها ايه وتقدم، والموضوع بياخد وقت كبير سواء انت هتبدا تملاها دلوقتي او لو انت بتجهز لمنح تانية من سنه اولى. وسواء انت في ثانويه عامه او في ستيم فانت في الحالتين انت بتتعب وانت بتحضر للمنح. وعشان كده بقول ان المنح مش بتتوزع، انت اللي بتدور وبتلاقيها. بس الفرق ان الموضوع بيبقى اسهل في التدوير لو انت من ستيم وكده. وبرده مش عشان انت في ثانوي عام فانت ما تقدرش ان انت تخش منح، لا، انت المنح اصلا مش بتعتمد على الدرجات اكتر من حاجات تانية. الدرجات عامل اساسي موجود، بس في حاجات تانية موجوده. والدرجات مش لازم تبقى خزعبليه زي ما قلنا عشان تخش منحه، لا. المنح بتعتمد على ان انت مثلا تكتب خطاب نيه او خطاب شخصي personal statement، او لو بنتكلم على خطابات recommendation letter وكده. المنح بتعتمد على ان انت مثلا تشترك في مسابقات وبرامج وحاجات تانية كتير زي كده. والموضوع ده بيبقى من سنه اولى، انت بتبقى بتحضر له من سنه اولى. وعشان كده احنا بنقول ان الموضوع ده مهم. وزي ما قلنا ان الجامعات اللي بره مش عاوزاك روبوت، فبالتالي انت بتبقى عاوز تبقى انسان، مش مجرد حد بيذاكر وخلاص، حد بيعمل حاجات تانية كتير، شغل بقى، مسابقات، برامج، حاجات، كورسات وهكذا. المنح مش فكره درجات بس. زي ما قلنا المنح هتضطر مثلا تجهز لها ورق، فهتلاقي ان انت في ورق بتجهزه. المنح انت بتبقى مهتم شويه بالجي بي اي، مش مجرد بس انت جبت درجه عاليه في اولى ودرجه عاليه في ثانيه بس اقل شويه من درجه اولى، لا، انت المفروض تهتم بالجي بي اي. وبرده مش كل المنح، في منح تانية كتير مش محتاجه الجي بي اي اكتر ما هي محتاجه بس درجه واحده بس، او مش محتاجه درجات اصلا. والموضوع بيختلف ما بين جامعه لجامعه وهكذا. عشان تدور على المنح هتلاقي قنوات كتير يوتيوب جدا بتقول المنحه دي ايه وبتحكي تفاصيلها كلها. ولو انت كتبت بس المنحه كذا على اليوتيوب هتلاقي في وشك مليون حاجه. المنح اصلا بتبقى متقسمه 3 حاجات، سواء منحه من الدوله نفسها او منحه من الجامعه او منحه من المؤسسه الخيريه او هكذا. فهتلاقي مثلا منحه من الجامعه زي الجامعه الامريكيه مثلا بتدي منح، دي منحه من الجامعه نفسها، او منح دوليه زي المنحه التركيه او المنحه الروسيه وهكذا. وهتلاقي منح مؤسسات خيريه زي مثلا هتلاقي منح ليها علاقه بساويرس وحاجات زي كده. زي ما قلنا مش لازم ان انت تكون في ستيم عشان تقدم على منحه، انت ممكن تقدم من دلوقتي، ولو انت اهتميت من دلوقتي هتلاقي ان انت عارف تقدم على منح وحاجات كتير جدا. بس كده اعتقد ان احنا كده خلصنا عن المنح باختصار. شكرا، السلام عليكم.